إذا كنت تشاهد فيديوهاتنا لأول مرة، فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك والتفعيل للجرس، وشكرا. ويست هام يجدد اهتمامه بيوسف النصيري ويسعى لضمه قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري. جدد ويست هام يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني، مبديا رغبته في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكشفت شبكة توك سبورت في تقرير يومه الاثنين أن ويست هام جدد اهتمامه بضم النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدة أن الفريق الإنجليزي سيحاول حسم الصفقة قبل انتهاء الميركاتو. هذا وسبق لوست هام أن حاول التعاقد مع النصيري خلال الميركاتو الشتوي سنة 2021، حيث قدم الهامرز عرضا قدره 31.5 مليون يورو، غير أن هذا الأخير قُبل بالرفض. وكان النصيري صاحب 55 هدفا في 157 مباراة رفقة إشبيلية محط أنظار أندية كبيرة منذ تألقه رفقة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، ولا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق الأندلسي إلى غاية يونيو 2025. إكرد سعيد لإحراز هدف الأول هذا الموسم أمام جماهيرنا. عبر نايف أكرد عن فرحته بتسجيل هدفه الأول هذا الموسم رفقة ويست هام في مرمى تشيلسي في المباراة التي حسمها فريقه 3-1 لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وكتب أكرد على حسابه في انستغرام بعد نهاية المواجهة: فوز رائع على تشيلسي في مباراتنا الافتتاحية للموسم على أرضنا. واختتم المدافع المغربي: سعيد بتسجيل هدف الأول هذا الموسم أمام جماهيرنا. دعونا نذهب لنحقق المزيد. وافتتح الدولي المغربي نايف أكرد حصة التسجيل لفائدة ويست هام في الدقيقة 7 بضربة رأسية بديعة استقرت في الجانب الأيمن لمرمى البلوز. البارسا يقترب من ضم كانسيلو. يواصل برشلونة مساعيه من أجل التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لمانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وبحسب صحيفة سيبورت الإسبانية، فإن كانسيلو يمكن أن يصبح لاعبا جديدا لبرشلونة قريبا جدا، بعدما دخلت المفاوضات بين الناديين مرحلتها الأخيرة. وأضافت: لا يوجد إعلان مخطط له، لكن برشلونة يحرز تقدما، ومن المتوقع أن تكون 48 ساعة المقبلة حاسمة. وتابعت: نجح خورخي مينديز وكيل اللاعب في تحريك المياه الراكدة وفتح السيتي باب التفاوض على انتقال كانسيلو معارا مع خيار الشراء الذي سيكون إلزاميا بشرط تحقيق بعض الأهداف الفردية والجماعية. ولفتت إلى أن برشلونة بدأ اتصالاته الرسمية مع السيتي معتمدا على العلاقة الجيدة بينهما، ويبقى تحديد السعر النهائي للإعارة وخيار الشراء. وختمت: رغبة كانسيلو كانت مفتاحا لفتح المفاوضات، والنادي الكتالوني يريد إغلاق الصفقة هذا الأسبوع أو على الأقل في بداية الأسبوع المقبل. إذا كنت تشاهد فيديوهاتنا لأول مرة، فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك والتفعيل للجرس، وشكرا.